عملية إيلات بقيادة النقيب أحمد شاكر العالم كله كان بيتكلم عنها. إغراق المدمرة إيلات سمعت من شرق الكرة الأرضية لغربها. في نظر العالم كله إزاي جيش لسه يدوبك مهزوم من كام شهر وجنوده اللي سابوا أرضهم لليهود وفروا يقوموا بعمليات من النوع ده. صدى العملية فضل في الأذهان لسنين بعدها، ده غير عمليات القوات المصرية في خلف خطوط العدو في حرب الاستنزاف. كل يومين عملية يضربوا ضربتهم ويرفعوا العلم المصري ويجيبوا كام أسير في إيديهم وتنتهم راجعين. حرفيا إسرائيل اللي مسيطرة على الأرض ولا عارفة تتهنى عليها. ضيف لكده كمان صورتها قدام العالم كله وكل شوية القوات المصرية بتعلم عليهم. الموضوع كان مذل جدا ليهم وكان لازم عملية لإهانة القيادة المصرية قدام العالم كله. فقررت إسرائيل التنقيب عن البترول في خليج السويس. الموضوع ده كبير لو حصل. إسرائيل بتوري العالم إنها فرض سيطرة على الخليج بأكمله. ما هو التنقيب ما بيكونش إلا لصاحب السيادة على الموقع، وده لو حصل إهانة كبيرة لمصر ولقيادتها السياسية قدام العالم كله. مصر في بداية الأمر شافت إن إسرائيل مش جادة طبعا، لأن ده لو حقيقي فما هو إلا إعلان حرب. لحد نوفمبر 1969 تعلن إسرائيل تأجير حفار للتنقيب في خليج السويس. مصر بالتبع ترد وتعلن للعالم كله إن هيتم ضرب الحفار حتى لو بالطيران الحربي. طبعا إسرائيل ضربت بتصريح مصر عرض الحائط. انت لو عندك طيران حربي من باب اولى حرر ارضك اللي متاخده منك الاول، وده كان منطقي لانك لسه خارج من نكسه يدوبك من سنتين وطيرانك بالكامل كان مدمر. فما كان من مصر فعلا الا انها لجأت للمجتمع الدولي للتأثير على اسرائيل للتراجع عن قرارها. لكن المجتمع الدولي للاسف كان عاجز عن تقديم اي شيء لمصر ضد اسرائيل. مصر بتصريحاتها عن ضرب الحفار ورطت نفسها لاكتر من سبب. الاول لان اسرائيل مكمله في الموضوع ومش هتتراجع عنه بس عشان تهين مصر. الحاجه الثانيه ان مصر مضطره لضرب الحفار باي شكل من الاشكال. الطمه الكبرى بقى ان مصر ما عندهاش اي معلومات حرفيا عن الحفار ده، يعني هو فين، مين الشركه اللي بتملكه، مين الشركه اللي مأجراه، قدرته على التنقيب لحد عمق قد ايه، مين هم افراد طاقم المهندسين والفنيين اللي شغالين عليه وجنسياتهم. ده كله والقياده في مصر ابيض ما تعرفش اي حاجه عن المعلومات دي. الرئيس جمال عبد الناصر استدعي امين هويدي رئيس المخابرات المصريه وقتها ويقول له الحفار ده ما يوصلش باي شكل من الاشكال. يرد عليه امين هويدي تمام اوامرك يا فندم، اعتبره حصل. تمام اوامرك يا فندم، انت هتعمل ده ازاي؟ على طول يتم تشكيل فرق من رجال المخابرات المصريه في كل انحاء العالم، ارسال تقرير فوري لاي حفار من اي مكان في العالم. المخابرات المصريه متاكده ان الحفار اللي مأجراه اسرائيل هتحركه من مينا ما يخطرش على بال حد، وده كان اول خيط هيمشوا عليه. وافتكر الكلام ده كويس عشان هنرجع له تاني. بعد كل المعلومات اللي وصلت وقف رجاله المخابرات على حفار بعينه، وكان الحفار ده في شرق كندا في بحيره اسمها إيري. وكانت البحيره ديت واحده من 5 بحيرات على الحدود بين كندا وامريكا. بحيره إيري بيحدها من الشمال ولايه كنديه، وبيحدها من الجنوب والشرق والغرب 4 ولايات امريكيه، وهم نيويورك واوهايو وبنسلفانيا وميشيغان. المهم الحفار ده كان اسمه كينتينج، وعشان يطلع من البحيره للمحيط لازم يعدي من قناه مائيه بتربط ما بين بحيره إيري وبحيره انتاريو، ومن بحيره انتاريو هيعدي قناه مائيه صناعيه صعبه جدا اسمها سي واي. وده ممر صعب جدا على الحفار وخطر، معرض ان الحفار يتخبط ويحصل فيه مشاكل. ومنها بهويس هينقل الحفار من مستوى بحيره انتاريو المنخفضه لنهر سانت لورنس. حرفيا عمليه خروج الحفار من البحيره للمحيط عمليه معقده جدا وخطر على اي حفار. يعني مستحيل على اسرائيل انها تكون مأجره الحفار ده. ايه قول تاني كده، مستحيل على اسرائيل انها تكون مأجره الحفار ده. حلو قوي، امسك في الكلمه، وده الحفار اللي هنحط عينينا عليه. وده كان قرار المخابرات المصريه، يا ترى كان صح ولا غلط؟ تعال نشوف. 13 نوفمبر 1969 يعني بعد إعلان إسرائيل تأجير الحفار ب10 أيام، تعلن وكالة كويتية عن ضغط أمريكا على إسرائيل للتخلي عن فكرة التنقيب، لكن إسرائيل مكملة. 19 نوفمبر 1969 ديلي إكسبريس البريطانية بتنشر خبر عن تهديد مصالح بريطانيا في الشرق الأوسط بسبب حفار كندي الصنع بتمتلكه شركة بريطانية اسمها ميدبار وتأجره إسرائيل. 24 نوفمبر 1969 3 تصريحات دفعة واحدة. الأول من المتحدث الرسمي باسم الخارجية الكندية بيأكد إن الحفار اللي بتمتلكه كينتينج أجرته الميدبار البريطانية، يعني بيخلي مسؤولية كندا عن الموضوع.
ماليش دعوة. التصريح التاني من المتحدث الرسمي باسم الخارجية البريطانية بيأكد ان شركة ميت بار مش بريطانية ومقرها الام في امريكا، يعني برضه بيخلي مسؤولية بريطانيا عن الموضوع، يعني برضه ماليش دعوة. التصريح الثالث لجون كينج رئيس شركة كينج ريسورسز الامريكية بيأكد ان التعاون بين شركته واسرائيل قائم على الدراسات البيولوجية فقط، واللي بيقوم بده شركة ميت بار اللي في بريطانيا. طب ده كله بيخلع من الموضوع، امال مين اللي هينفذ؟ قالك شركة اسمها كينج ليميتد. لكن مش غريبة كل كم المعلومات ديت وفي وقت واحد، ده هي نفسها المعلومات اللي بيدور عليها رجال المخابرات المصرية. وكان المغزى من التصريحات دي من كل دولة من الدول سواء كندا او بريطانيا او امريكا مش عايزة تخسر حلفائها اللي مع مصر بسبب الموضوع ده. ونرجع لمرجوهنا تاني، بالتصريحات اللي فاتت ديت اصبح فعلا هو ده الحفار اللي بيدور عليه رجال المخابرات، فاضل بس يتحرك. وبالفعل يتحرك الحفار بالقاطرة الهولندية ويوصل لقلب المحيط، وعلى طول يروح أمين هويدي للرئيس جمال عبد الناصر في منزله بمنشية البكري، يبلغوا إن الحفار اتحرك من مكانه في قلب المحيط ويدوبك كلها مسافة أسبوعين ويكون قريب من سواحل غرب أفريقيا. فطبيعي سألوا الرئيس عن المواني اللي هيقف فيها الحفار، قال له مش محدد بالظبط يا سعادة الرئيس، لكن رجالتنا في الهندسة البحرية والملاحة درسوا اتجاهات الحفار وتوقعات مساره، وبالتأكيد هيمر بواحدة أو أكتر من المواني دي: دكار بالسنغال، أبيجان بساحل العاج، ولاجوس بنيجيريا. وفي 4 سيناريوهات لضرب الحفار، 3 منهم تلغيم الحفار بطرق مختلفة، والأخير لو اضطرينا نضربه بالطيران الحربي، وده السيناريو اللي كانت بتتجنبه مصر. الرئيس أكد عليه ما تسيبوش دليل وراكوا، هيبقى معروف ان مصر هي اللي ضربته، لكن مش عايزين دليل في ايد اسرائيل ولا المجتمع الدولي يدين مصر، عشان لو ده تم هنأكد للعالم كله ان دراع مصر ما بيتلويش. تمام لحد كده؟ تمام. الحفار وصل لمينا بونتا دلجادا في البرتغال، وهنا يظهر اول عملاء الموساد الاسرائيلي، وهي سارة جولدشتاين او ليلى مسعود، وهي من اصول مصرية من مدينة اسكندرية. سارة جولدشتاين ما بتظهرش في عملية الا ولازم يكون فيها ضحايا، وده معناه ان الموساد عايز يمرر الحفار لخليج السويس باي تمن. وفي تفصيلة صغيرة لازم تعرفها عن سارة، ان في طار بايت بينها وبين مصر وبتكرهها جدا. جوزها الاول مات في طيارة وقعت على الجبهة في عدوان 56، وجوزها التاني مات في مدمرة إيلات وقت ما ضربتها البحرية المصرية. افتكر الشخصية ديت عشان هنرجع لها تاني. المهم الحفار اتحرك من مينا بونتا دلجادا في البرتغال ووصل لمدينة دكار في السنغال، ويبدأ رجالة التنفيذ في التحرك بقيادة الضابط محمد نسيم، يحضر من مطار شارل دي جول في فرنسا لداخل السنغال على عقد عمل مع مستثمر سوري. واختار محمد نسيم معاه 4 ضفادع بشرية من القوات البحرية المصرية، واحد منهم دخل بباسبور سوري، والتاني دخل بباسبور فلسطيني، والتالت دخل بباسبور يوناني، والرابع دخل بباسبور مصري. طب والمصري ده مش هيتشك فيه؟ اقول لك هو داخل السنغال على اساس انه مندوب من شركة مصر للطيران لمقابلة وزير سنغال لبحث امكانية تطوير خطوط الطيران بين مصر والسنغال، فبديهي كده مين هيشك في شخص زي ده؟ المهم كان لازم ان القائد محمد نسيم يتأكد من بعض الحاجات قبل ما يضرب الحفار، يعني مثلا انه يدرس مكان الحفار بالظبط، اني رصيف هيقف عليه، طرق الوصول ليه، افضل نقطة للغطس، مداخل ومخارج المينا خصوصا انه تحت حراسة ضباط الموساد، طبيعة المية وعمقها، في اسماك مفترسة ولا لا، الحراسة حوالين الحفار واماكنها، الوقت اللازم للتنفيذ، الوقت اللازم للانسحاب، مكان تجهيز الضفادع وتسليحهم. ورغم القلق اللي كان مسيطر على ضباط المخابرات وقتها، الا ان اللي كان مطمنهم طريقة تأمين ضباط الموساد للحفار في بونتا دلجادا بالظبط هي اللي عملوها في دكار في السنغال، وده معناه ان عملاء الموساد ما حسوش باي عنصر من المخابرات المصريه. الساعه 4 الفجر تاني يوم من وصول الحفار كان الكل عند نقطه الغطس، لبسوا بدل الضفادع وتسلحوا كويس بالمتفجرات. خلاص لحظات وهياخدوا شاره بدء العمليه، ومفيش دقيقه ويسمعوا الصوت ده. ايه ده الحفار هيتحرك وهيغادر دكار، ده خلاص هيبداوا العمليه، لكن للاسف اتلغت في اخر لحظه. وده كان طبيعي لان اللي كان متحكم في حركه الحفار هو الموساد الاسرائيلي. ينسحب افراد العمليه ويرجعوا للقاهره تاني. افراد العمليه في القاهره والحفار في المحيط. الله، طب ما راحوش ليه على مينا تاني متوقع دخول الحفار عليه؟ لكذا سبب، اهمهم ان الحفار قدامه كذا يوم عقبال ما يرسى على مينا تاني. ضيف لكده ان العمليات اللي من النوع ده ما ينفعش تواجد افراد العمليه نفسهم في الموقع ده الا يوم العمليه او قبليها بليله. بس مش مشكله، نقطه ومن اول السطر تاني. ايه بقى المواني المتوقع استقبالها للحفار؟ خد عندك ميناء موناكري في غينيا، فري تاون في السيراليون، مونروفيا في ليبيريا، اقرا في غانا، ابيجان في ساحل العاج، لاجوس في نيجيريا، بورتو
وبوتوفو في توجو وبوانت في الكونغو. كل الموانئ دي المفروض ان المخابرات المصرية تشتغل عليها في نفس الوقت. طب سؤال هنا، هو ايه افضل ميناء في دول بالنسبه للمخابرات المصريه؟ الاجابه من ضباط المخابرات نفسهم هو ميناء ابيجان في ساحل العاج، لان في نفس الوقت اللي متوقع وصول الحفار فيه هناك هيوصل فريق من رواد الفضاء الامريكيين. المخابرات الامريكيه وقتها هيكونوا مشغولين عن الحفار ومركزين مع رواد الفضاء، ده غير ان الاحتفال يلهي اي فرد امن، وقتها هيكون التحرك سهل. لحد دلوقتي مش معروف اذا كان الحفار هيخش ابيجان ولا لا، لحد ما في يوم صحفيه هولنديه اسمها لونا بايرن، ودي كانت في ابيجان بتغطي احتفاليه رواد الفضاء. الصحفيه ديت قدرت تتعرف على مجموعه من الدبلوماسيين في السفاره الامريكيه، لدرجه انها في يوم كانت قاعده تتعشى معاهم على ترابيزه واحده، فسمعتهم بيتكلموا عن حاجه اسمها بورت هاركوت. مش فاهمين برضو ايه العلاقه ومين الصحفيه دي اصلا. هقول لك واحده واحده واسمع. الصحفيه لونا بايرن كانت شغاله مع المخابرات المصريه، وبورت هاركوت هو ميناء صغير في نيجيريا، فالمعلومه وصلت للمخابرات المصريه في وقتها. وكون ان الدبلوماسيين امريكيين يتكلموا في الموضوع ده ويذكروا الميناء ده، يبقى الحفار هيخش على الميناء ده. طب حلو ده؟ لا مش حلو. الميناء بالرغم من انه صغير ولا يتسع للسفن الكبيره، الا انه هيستقبل الحفار عادي. دي حاجه. الحاجه التانيه ان المخابرات المصريه ما كانوش عاملين حسابهم على الميناء ده خالص، يعني ما كانش ليهم رجاله هناك، لكن كان في ستاف ممثلين وكومبارسات بيمثلوا فيلم هناك، وكان معاهم ممثله مشهوره على الارجح كانت الفنانه نبيلة عبيد، وكانوا بيصوروا فيلم وقتها في لاجوس في نيجيريا. على طول المخابرات توجه اعضاء الفيلم لبورت هاركوت لتصوير مشاهد عند الميناء هناك، وكان من ضمن الكومبارسات دولت بعض رجال المخابرات المصريه. كده المكان بقى زحمه وفيه مصريين. الميناء كان صغير واحتماليه تامين الحفار فيه ضعيفه مقارنه بميناء كبير زي ابيجان، وكان هناك في انتظار الحفار ساره جولدشتاين، فاكرها؟ فعلى طول تبلغ الموساد فيغير مسار الحفار لابيجان، وده كان هدف المخابرات المصريه. انت متخيل ان رجاله المخابرات بعد ما كانوا هم اللي بيجروا ورا الحفار، دلوقتي هم اللي بيوجهوه؟ حرفيا العمليه دي تاريخيه للمخابرات المصريه. وصل الحفار ابيجان، ووصل رواد الفضاء، ووصل الضابط محمد نسيم ومعاه رجالته، ووصل لنقطه الغطس وبدا يشرح للضفادع البشريه الخطه بالتفصيل. في الوقت ده ساحل العاج ما دخلهاش مصريين في الوقت القريب، فكان اللي فيها اما دبلوماسيين مصريين او عمال فيها كانوا معروفين بالاسم، وده خلى ابيجان بالنسبه للموساد ما فيهاش حاجه تقلق. وفجر 8 مارس تحرك القائد محمد نسيم بالاربعه افراد العمليه، الثلاث ضفادع اللي هينفذوا العمليه والقائد بتاعهم، وكانوا الابطال الرائد خليفه جودة، والملازم اول حسني الشراكي، والملازم اول محمود سعد، وضابط الصف احمد المصري. وتوزعت عليهم الاسلحه والمتفجرات عند نقطه الغطس، وكانت الخطه ان الثلاثه اللي هيغطسوا 2 منهم يزرعوا المتفجرات على 2 من قوايم الحفار، والثالث يزرع عبوتين على البريمه نفسها. الوقت المحدد للعمليه من 55 دقيقه ل 65 دقيقه، ولو ما رجعوش في المده ديت يبقى في مشكله حصلت. لكن الابطال نفذوا العمليه وظهروا بعلامه النصر ورجعوا قبل الميعاد المحدد. خرجوا من الميه وبدات عمليه مغادرتهم لساحل العاج باكملها، وبالظبط الساعه 57 دقيقه اهتزت ابيجان باول انفجار. اللغم الاول انفجر، بعده اللغم الثاني، بعده اللغم الثالث، بعده اللغم الرابع، ووقعت البريمه وتحول الحفار لحته خرده حرفيا. والشركه المالكه للحفار لغت عقدها مع اسرائيل، واللي ما قدرتش تحمي الحفار، وبعدها تكتب الصحف البريطانيه ان اسرائيل مش هيقوم لها قومه تاني في خليج السويس. وبفضل الله شربت اسرائيل من نفس الكاس اللي كانت عايزه تشرب منه مصر وقيادتها. حمى الله نصور المخابرات المصريه وشعبها وجيشها وارضها.